انا مولود 2/6. يعني بص، ليه ما اتولدت كان يومين كنت هتولد في شهر 5. خلينا متفقين من اول الفيديو ان اول ما هقول لك مثليه تعرف انها مثليه جنسيه على طول. هي ليه نتفليكس بتقدم مشاهد كتير قوي بتتكلم عن المثليه الجنسيه في مسلسلاتها وافلامها. لو انت اتفرجت على حاجه قبل كده من انتاج نتفليكس زي فيلم او مسلسل هتلاحظ ان نتفليكس انها بتروج لافكار غريبه كده زي مثلا المثليه الجنسيه، وهتلاحظ كمان ان هم مصرين على انهم يروجوا للافكار دي. في فيلم اتنشر في ديسمبر 2019 اسمه ذا فيرست تمبتيشن اوف كرايست، يعني الاغواء الاول للمسيح، واللي عملوه مجموعه ممثلين برازيليين متصنفين ان هم كوميديين. والفيلم كان مدته 46 دقيقة وكان مطلع ان سيدنا عيسى مثلي، وكان جايب امه اللي هي السيدة مريم انها كانت مدمنة حشيش، واللي دفع 2 مليون برازيلي ان هم يوقعوا عريضة بيطالبوا فيها نتفليكس ان هم يحذفوا الفيلم ده، وانه بيثير المسيحيين وكتير منهم دعوا ان هم يقطعوا المنصة دي، وكان بينهم ناس سياسيين. يعني الموضوع كان كبير جدا وقتها. وابرز التعليقات المتداولة على الموضوع دي كانت تغريدة على تويتر من ابن الرئيس البرازيلي، واللي كان بيقول فيها ان احنا بنحترم حرية التعبير، والفيلم ده يستحق المعارضة ويستحق الهجوم بسبب ان هو بيسيء ل 86% من الشعب البرازيلي. ووصف الفيلم بانه هو نفاية، ووصف صناعه بان هم مش بيمثلوا البرازيليين باي شكل. في احتفالات عيد الميلاد سنة 2019 اترمت قنابل مولوتوف على المقر بتاع الممثلين دول من الشعب البرازيلي في مدينة ريو دي جانيرو، والاحتجاجات دي ادت لاصدار امر بان الفيلم ده يتحذف من على منصه نتفليكس عشان الناس اللي بيعارضوا والناس اللي بيهاجموا دول يهدوا شويه. لكن المحكمه العليا في البرازيل في 9 يناير 2020 لغت حكم منع البث اللي حصل بعد الاستئناف اللي المحامين بتوع نتفليكس عملوه، واللي قالوا: سيد القاضي، حضرات المستشارين، ان قرار المحكمة ده بيهدف لإسكات المجموعة الكوميدية البرازيلية اللي عملت الفيلم من خلال الخوف والترهيب. فالقاضي قال لهم: ايه ده انتوا مقنعين جدا، ولغى الحكم. طب ليه برضو نتفليكس مصرة على تقديم المشاهد المثلية في الافلام والمسلسلات بتاعتها؟ اقول لك، نتفليكس اول ما بدأت في سنة 1997 واتولدت 3 مرات في 20 سنة. يعني ايه؟ اقول لك، اول انطلاقة بدأت لنتفليكس كانت في سنة 1997 زي ما قلنا، وبدأت الشركة ان هم يعملوا خدمة عرض الافلام على DVD وكانوا بيوزعوها للعملاء بتاعتهم من خلال البريد. واتولدت تاني مرة في سنة 2007 لما بدأت خدمة عرض البث للافلام على النت. والولادة الثالثة كانت في سنة 2016، وكانت ان هم اطلقوا جميع خدمات نتفليكس الحالية على مستوى العالم والتوسع لاكثر من 100 دولة دفعة واحدة. التوسعات دي ضافت لخزينة الشركة 13 مليون مشترك جديد. التوسع الجغرافي ده ما ضافش للشركة الأرباح اللي هي كانت عايزاها، اللي كانت أرباحها في الفترة دي تقريبا ما يقارب 3 مليار دولار خلال الفترة دي، وما دعمش أرباحها بشكل كبير. في سنة 2012 كان في 33 مليون مشترك في نتفليكس، 6 مليون بره أمريكا و27 مليون مشترك جوه أمريكا. وأعلنت نتفليكس في آخر سنة 2019 تقريرها المالي الربع الثالث من السنة، واللي كان إن هم تمكنوا من إضافة 6.77 مليون مشترك جديد عشان يبقى إجمالي عدد المشتركين فيها 158 مليون مشترك. ده غير إنها رفعت إيراداتها ل 5.2 مليار دولار بزيادة 31% عن نفس الفترة في سنة 2018، وطبعا دي أرباح كتير جدا. في سنة 2013 نتفليكس قالت لك أنا هعمل حاجة جديدة. هتعملي إيه يا نتفليكس؟ قالت لك أنا هنتج مسلسلات من عندي وأحطها على المنصة بتاعتي، كل الحلقات دفعة واحدة، على عكس طبعا القنوات التلفزيونية اللي كانت بتعرض حلقة بحلقة. وانتجت فيلم اسمه هاوس اوف كاردز اللي هو بيت من ورق، واللي كان البطل بتاعه كان ممثل اسمه كيفن سبيسي، وكان ممثل مشهور، وركز على الاسم ده كويس بس خلي بالك منه. والبطل كان بيجسد شخصية ان هو عضو كونجرس ديمقراطي في امريكا، وبعدين اترقى وبقى نائب لرئيس الولايات المتحدة الامريكية، وبعدين بقى رئيس الولايات المتحدة الامريكية. هي كده الديمقراطية بتكسب دايما. ورغم ان المسلسل نجح واتشهر جدا وكيفن سبيسي كان بارع في الدور، الا ان هو استبعد من تكملة المسلسل. عملت ايه يا عم كيفن يا سبيسي؟ كيفن سبيسي ده اتهم بقضية تحرش في امريكا، والعمل يقف، لكن كان مقدمة قوية جدا لترويج المثلية الجنسية بعد كده، لان الرئيس الامريكي فراندا اندرود اللي كان اسم الشخصية اللي جسدها كيفن سبيسي في المسلسل، تخيل ان الرئيس الامريكي ده في المسلسل كان مثلي، ودي كانت بداية ترويج فكرة المثلية والشذوذ من نتفليكس. وبعدين كيفن سبيسي ده يعتذر لزميله الممثل انتوني راب من خلال تويته نشرها على تويتر بيقول فيها: انا بعتذر لك على حادثة حصلت في سنة 1986 لما كنا في حفلة واتحرشت بيك بعد ما الضيوف ما مشيوا، انا اسف. تخيل كده عشان تروح تعتذر لواحد تفضحه قدام الناس كلها. تخيل انتوني راب ده احساسه ايه دلوقتي. وكان في اشاعات كتير بتقول ان الممثل كيفن سبيسي الممثل المشهور اللي خد جايزة اوسكار قبل كده ان هو شخص مثلي، لكن هو ما كانش بيرد على الاشاعات دي. بس بعد كده طلع وقال: انا اخترت ان اعيش كرجل مثلي بقية حياتي. ترامب اللي كان رئيس امريكا ده اطلق حملة لايقاف تجريم المثلية، واللي كان بيترأسها سفير الولايات المتحدة الامريكية في المانيا اللي كان مثلي علني كمان. وفي شهر 6 من كل سنة بيكون في فعاليات اسمها شهر فخر المثليين، وبتشمل تنظيم مسيرات وحفلات موسيقية وندوات بهدف ان احنا بنعترف باسهام المثليين في تاريخ البشرية.
انا مولود 2/6. يعني بص، ليه ما اتولدت كان يومين كنت هتولد في شهر 5. وفي سنة 2015 اعلنت امريكا عن اصدار قرار بيجيز تزاوج المتشابهين، يعني راجل وراجل او ست وست. والرئيس وقتها كان باراك اوباما، واللي طلع فرحان جدا وكان بيقول اخيرا ان الحب انتصر. ومارك مؤسس الفيسبوك لون صورته الشخصية بألوان ترمز للمثلية. وفي سنة 2019 اتحكم على واحد بالسجن لمدة 15 سنة بسبب ان هو خد علم للمثلية من قدام باب الكنيسة وحرقه. غير ان في مؤسسات كتيرة وكبيرة جدا بتدعم المثلية، زي مثلا الدوري الانجليزي انها مخصصة جولتين بتدعم فيهم فكرة المثلية لما ابو تريكة اتكلم عنها. فاكر؟ تخيل ان كل ده حصل بسبب مسلسلات وافلام كانت بتتنشر وقتها لاول مرة. وفي سنة 2016 نشرت جريدة مقال بتقول فيه ان القوة الشرائية للمثليين وصلت ل 3.7 تريليون دولار، وان الشركات اللي بتدعم المثلية بيبقى فيه صفقات تجارية تسويقية كويسة جدا ليها، مصالح حلوة يعني لو دعمتهم. ده غير طبعا اخر حاجة حصلت واللي عملت ضجة كبيرة جدا في مصر، وهي انتاج فيلم اصحاب ولا اعز، واللي كانت من انتاج مين؟ نتفليكس، واللي كانت بتروج برضو لافكارها فيه. نتفليكس واللي زيها عايزه تروج لك بكل الطرق ان فكره المثليه دي حاجه عاديه جدا، وان انت ممكن يكون ليك واحد صاحبك مثلي ويحكي لك ويقول لك وانت تبقى عادي وتتعايش معاه عادي ولا كأن حاجه حصلت. ولو عوزت انك تنضم كمان والموضوع عجبك محدش يعارضك ولا حد يقول لك اي حاجه. واخيرا كل دي حاجات عايزه توصل لمصالح معينه واهداف معينه. خلي بالك اوعى تتعاطف ويا ريت تقطع المنصات دي، وخلي بالك من نفسك وخليك واعي وما تخليش حد يعرف يأثر فيك حتى لو بمشهد او بممثل بتحبه. لو انت كنت مركز معايا اكتبوا لنا في الكومنتس كام في المية من الشعب البرازيلي مسيحي. سلام.